شاب صغير بيصحى من النوم يلاقي نفسه في عالم غريب، حواليه ضلمة، قدامه كتابين وسكينة ومفيش أي صوت غير صوت قلبه. ده مش حلم، دي بداية قصة ريو اللي عرف إنه مات واتولد من جديد في عالم كله سحر، تنانين ووحوش بتتغذى على الضعف، عالم من غير قوانين، ما فيهوش مهام ثابتة، بس فيه قاعدة واحدة: البقاء للأقوى. وريو قرر يعيش بطريقته، مش هيمشي ورا حد ومش هيخاف من مصيره. لو دي أول مرة ليك هنا، دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان دي لسه أول خطوة في مغامرة هتولع. يستيقظ ريو الشاب الصغير من نومه ليجد أمامه على الطاولة كتابين وسكينا. لم يفهم ما يجري، لكنه نهض وخرج من المنزل وبدأ يكتشف قدراته شيئا فشيئا، ليكتشف في النهاية أنه يمتلك قدرة التحكم في الماء. فجأة انتقل إلى مكان غريب، نظر حوله بذهول وهمس لنفسه: أنا فين؟ لم يمض وقت طويل حتى ظهر أمامه ساحر غامض وسأله: أنت ريو؟ فأجابه الشاب: أيوه أنا. فرح الساحر كثيرا قائلا إنه لم يزره أحد منذ زمن بعيد، ثم أخبره بالحقيقة الصادمة: أنت مات بحادثة. توقف ريو قليلا ليتذكر المشهد المأساوي للحادثة التي أنهت حياته، فتأكد من صدق كلام الساحر، فسأله بصوت مهتز: يعني خلاص أنا مات، حياتي انتهت؟ لكن الساحر أجابه بهدوء: لا، أنت ما ماتش، أنت دلوقتي في عالم تاني وحر تعيش زي ما تحب، مفيش مهمة ولا تكليف. تفاجأ ريو بكلامي وأخذ يفكر في اختياراته، ثم قال بصدق: أنا عاوز أعيش حياة هادية في العالم ده. ابتسم الساحر وأخبره أنه سيعيده إلى عالم سحري يدعى باي، حيث يمتلك 20% فقط من البشر مهارات سحرية، وقال له إن عنصر الماء هو الأنسب له. ثم نقله إلى غابة تدعى روندو، وأشار له على بيت صغير وأخبره أن به طعاما يكفيه لشهرين، معزز بسحر لحمايته من الوحوش. دخل ريو البيت فوجد شيئا أشبه بديب فريزر مليئا بالطعام. بدأ يقرأ الكتب الموجودة عن الوحوش، ولاحظ أن اللغة غريبة لكنه استطاع قراءتها بسهولة غريبة. في اليوم التالي خرج من المنزل وبدأ يتدرب على سحر الماء، مؤمنا أن السحر يأتي من التخيل لا من التحدث. ثم عاد إلى البيت وملأ الحوض بالماء، لكنه وجده دافئا، فخرج يجمع حطبا ليشعل النار، لكنه فشل. تعب حتى وقع أرضا من الإرهاق، ثم أحضر طبق ماء وحاول تجميده، لكنه فشل مجددا. قال لنفسه: الموضوع مش سهل، لازم أعرف إزاي أعمل الثلج. ركز ريو ذهنه وتخيل جزيئات الماء، وسأل نفسه إن كان يمكنه ربط الهيدروجين بالأكسجين، وفي لحظة تركيز عالية نجح بالفعل في تجميد الماء وشكله كما أراد. بعدها استخدم الجليد لإشعال الحطب، وعمه فرح لا يوصف. دخل البيت وأخذ حماما دافئا كما أراد، وكان سعيدا بنجاح يومه الأول. في اليوم التالي بدأ يأكل من الطعام الموجود، وتذكر أنه سينفد بعد شهرين، فقرر أن يتعلم الصيد. أدرك أن السكين لا تكفي وأنه بحاجة لسحر هجومي. خرج يتدرب ونجح في صنع كرة مائية، أول تعويذة هجومية له. رغم أن قوتها كانت ضعيفة إلا أنه لم يحزن، بل قال إن لديه أفكارا لتطوير سحره. جرب أن يصنع نافورة مائية بإغلاق الفتحة لتسريع اندفاعها، لكنها لم تصل إلى الشجرة. شعر بالإحباط وقرر العودة للساحر ليسأله عن كيفية استخدام السحر بشكل فعال. قال له الساحر: أساس السحر هو التخيل، كلما تخيلت الهدف بوضوح اكتسبت خبرة أكثر مع الوقت. عاد ريو للغابة وتدرب كما نصحه الساحر، شعره بتحسن كبير. ثم عاد للبيت واستخدم تعويذة عكسية لملء الحوض بماء ساخن. في اليوم التالي بدأ يتدرب على تكوين الجليد من الهواء، ونجح بصعوبة، لكن هذا شجعه على الاستمرار. وبعد وقت استطاع تشكيل رمح جليدي، لكنه لم يستطع قذفه لمسافة بعيدة. علم أن إطلاق الثلج أصعب من الماء، فقرر مواصلة التدريب حتى يتقنه مثل كرات الماء. لاحقا حاول استخدام سهام الثلج لكنه فشل. بذل مجهودا هائلا حتى شعر وكأنه سيغمى عليه. عاد إلى بيته، لكن الشمس لم تكن طالعة، فواجه صعوبة في إشعال النار وقرر إيجاد حل. بعد أيام من التدريب نجح أخيرا في صنع سهام جليدية، لكن قوتها بقيت ضعيفة. خرج في مغامرة بالغابة ومعه رمحه، ولاحظ آثار وحوش ضخمة عند النهر، ثم وجد حجرا يمكن استخدامه لإشعال النار، مما أسعده كثيرا. بدأ يجمع الأعشاب الطبية، وفجأة ظهر خلفه وحش ضخم، خنزير بري. شل الرعب جسده وهجم الخنزير عليه. تذكر ريو حادث موته واستجمع شجاعته، فتفادى الهجوم في اللحظة الأخيرة. استخدم تعويذة الثلج فتزحلق الوحش وسقط، ثم أطلق عليه سهام الثلج وأرداه قتيلا. عاد ريو للبيت وبدأ تجهيز جلد
الخنزير ليصنع منه ملابس، ونجح في إفعال النار بالمنزل دون الاعتماد على الشمس. قرأ في كتاب الوحوش ليكتشف أن الخنزير الذي قتله يعد من أضعف الوحوش، وأن الكتاب مخصص للمبتدئين. وفي آخر صفحتين وجد ملاحظات عن التنانين جاء فيها أن أي تنين يمكنه تدمير مدينة كاملة بسهولة، وأنه يجب الهروب فور رؤيته. كما قرأ عن وحش يدعى أكوما يشبه الشياطين، وكان بجانبه تحذير: لا تتمنى أبدا مواجهته. شعر ريو بمدى خطورة هذا العالم، وفي اليوم التالي خلع ملابسه وذهب للغابة مثل طرزان يقطف الفاكهة ويرتدي جلد الخنزير. ظهر أمامه طائر عملاق هجم عليه فجأة، لكن ريو نجح في الفرار. ولاحظ أن الطائر قوي يقطع الأشجار بمخالبه. حاول ريو إيقافه باستخدام ألواح الثلج، وقال لنفسه إن الطائر ربما يستخدم سحر الرياح، لكن سلاحه الأساسي هو مخالبه ومنقاره. أطلق عليه ريو سهام الماء، لكن الطائر تفاداها. اقترب منه فأنشأ ريو حاجزا جليديا فصدمه الطائر وسقط. حين اقترب ريو ليهاجمه هرب الطائر. لاحظ ريو وجود جرح في عينه، وشعر بأن الطائر تراجع لأنه ظن أن ريو سيقتله. قال لنفسه: الحياة الهادية دي أصعب مما كنت أتخيل. حل الليل وظل تائها في الغابة بعد مطاردة الطائر. بينما يتنقل لمح بحيرة، وهناك فوجئ بظهور فارس بلا رأس بجانبه حصان. ارتعب وأكمل طريقه في اليوم التالي، حيث بدأ يصطاد وحوشا صغيرة ويجمع السمك ويتدرب على ألواح الثلج. ثم ذهب إلى النهر وغاص إلى أعماقه، حيث واجه أخطبوطا عملاقا طرده من الماء. استخدم سحر الماء لتفتيت الصخور وفرح بنجاحه. قال لنفسه: لو قدرت أزود صلابة الثلج أقدر أستخدمه بدل أدوات الطحن. شعر أنه بدأ يتقن السحر، فعاد للفارس عديم الرأس الذي رآه من قبل ليكتشف أن اسمه دولهان لم يكن مذكورا في كتب الوحوش، مما جعله يدرك أنه وحش قوي. حاول تشجيع نفسه وهجم عليه، لكن ضرباته لم تجد نفعا. على العكس تلقى ضربة قوية كادت تقتله. تفادى ريو الهجوم الأخير، ثم فوجئ بأن الوحش أعطاه سيفا من الماء وقال له إنه يجب أن يتقن استخدام السيف جيدا، ثم اختفى. خرج ريو مجددا إلى الغابة، وهناك قابل الطائر مجددا. لاحظ أن لونه تغير وقال لنفسه إنه تطور. هجم عليه الطائر بسحر الرياح، فتصدى ريو للهجوم بحواجز جليدية، لكن الطائر دمرها كلها. حاول ريو الهرب وأطلق عليه سهام ثلج، لكن الطائر تفاداها جميعا. استخدم الطائر صرخة قوية كسحر، لكن ريو تفادى الهجوم. بعدها حاول الطائر رفع ريو بمخالبه، لكن ريو تصدى له بالسيف. ظهر الطائر خلفه مجدا وأطلق عليه سحر الرياح، لكن ريو تصدى له. ثم طار الطائر عاليا وانقضى عليه، لكن ريو طعنه بالسيف وأسقطه. اقترب منه وقال له: أنا عارف إنك جيت تنتقم بسبب الجرح اللي في عينك، لكن بفضلك بقيت أقوى. ثم طعنه بالسيف حتى قتله. فجأة ظهر تنين من السماء وهبط أمام ريو، الذي صدم للمرة الثانية حين تحدث إليه التنين قائلا: من زمان ما استخدمتش التخاطر العقلي، مش متأكد لسه شغال ولا لا. سأله ريو بدهشة: تخاطر؟ يعني إيه؟ سأله التنين: أنت قابلت طائر متطور من شوية؟ أجابه ريو: أيوه، وقتلته. ضحك التنين وقال له إنه أجاد، ثم لاحظ السيف الذي يحمله وقال: ده سلاح صنعه الجني، ولو الجني يدهولك يبقى أنت عملت حاجة تستحق بيها الشرف ده. أراد ريو أن يسأله كثيرا، لكن التنين أخبره أنه يجب أن يرحل. وقبل أن يطير سأله ريو عن اسمه، فقال له: اسمي لين. وقف ريو مكانه وقال لنفسه: عمري ما كنت أتخيل إني أتكلم مع تنين في يوم من الأيام. العالم ده واضح إنه مليان حاجات غريبة. في هذه الأثناء كان الساحر الذي استقبل